السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. دعونا نذكر السادة المشاهدين بتشكيلة واختيارات المدربين. نذكركم بحراسة المرمى للهلال عبد الله المعيوف، خط الدفاع من اليمين سعود عبد الحميد، في اليسار ياسر الشهراني، كوليبالي خالد إلى جوار علي البليهي، في نص الميدان يتواجد محمد كنو، روبن نيفيز، ميلينكوفيتش سافيتش، ميشائيل ديلغادو، سالم الدوسري وعبد الله الحمدان. تشكيلة الفريق المغربي الذي يدخل اللقاء: حراسة المرمى ليوسف المطيع، خط الدفاع من اليسار أيوب العملود إلى جوار أمين فرحان، أرسين زولا، أمين أبو الفتح، في خط النص هنالك زكريا دراوي إلى جوار يحيى جبران، إسماعيل المترجي، زهير المترجي، بالإضافة في الناحية اليمين هنالك منتصر الهتيمي، وخط الهجوم للسنغالي اللاعب بولي سامبو. هذه هي اختيارات المدرب عادز البرتغالي. يلعب الكرة موجودة بالراس، والكرة خطيرة من كوليبالي، خطيرة من خالد كوليبالي. التهديد الأول للسنغالي وكابتن منتخب السنغال. كاد الهلال أن يسجل، لا يتواجد مع الوداد في مباراة اليوم. الكرة تعود الآن من جديد إلى وجود صافرة، وخطأ لصالح ميشائيل ديلغادو البرازيلي. الكرة إلى وجود خطأ دوري، الكرة مستمرة إلى ميشائيل، عدى ديلغادو، يحاول ميشائيل والكرة إلى خارج أرضية الميدان. محاولة مغربية أمامية خطيرة جدا، زهير يسدد والكرة إلى خارج أرضية الملعب، كانت من زهير المترمرة. ترجع لنا محاولة خطيرة بالراس إلى خارج أرضية الملعب، المحاولة الماضية من بولي سامبو السنغالي المهاجم لفريق نادي الوداد. شوف الكرة الماضية من جديد، هذه اللمسة والكرة الرأسية في الكرات الثابتة في الهلال. الكرة موجودة بالراس إلى خارج أرضية الملعب. الكرة الماضية من علي البليهي، الرأسية تأتي من البليهي، ولكن يحاول سلم يتقدم، يلعب الكرة إلى الحمدان، تصويبة من عبد الله، والكرة لا تزال إلى خارج أرضية الملعب. الضغط كان موجود، سعود عبد الحميد لعرضية تصل الآن، ولكن الكرة موجودة، سالم الدوسري، ميلينكوفيتش أو الحمدان، قوية الكرة من عبد الله الحمدان إلى خارج أرضية الميدان. عبد الله الحمدان الذي يريد الكادو على اليسار، سالم يتقدم، قوية من الدوسري إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى لدى الحارس. عبد الله يعدي، عبد الله والتمريرة، الكرة إلى ميشائيل، خطيرة جدا، خطيرة جدا. يوسف المطيع يبعد هدف محقق لصالح الزعيم. شوف الضغط الموجود من عبد الله، المحاولة، ثم بعد ذلك محاولة سعود، يا سلام جميلة، المحاولة خطيرة، إسماعيل والكرة تذهب من المعيوف. يا له من أداء ميشائيل من اليمين، يحاول ديلغادو، ولكن شوف الكرة الماضية اللي كانت من زوجد بالموجود بين البليهي ومنتصر، كرة موجودة بالراس، خطيرة جدا. الله على الكرة، سافيتش، ميلينكوفيتش، ديلغادو يحاول الهجوم، ميشائيل عرضية ولكنها مفهومة من زولا، أرسين زولا يمنع كل شيء عن ميشائيل ديلغادو. كرة مستمرة الآن خطيرة لصالح الهلال، تصويبة قوية من سعود عبد الحميد، والكرة سهلة هذه المرة لأحضان الحارس يوسف المطيع. شوف الكرة الماضية من جديد، هذه التصويبة التراكولية، حلوة الكرة خطيرة، محاولة، ميلينكوفيتش جول، سافيتش يسجل. شديد هذا الهلال، شديد الباس، احذروا يا ناس، لقد عاد لكم الزعيم. الكرة في الجول من الصربي الكبير. كنت أتكلم قبل دقائق بأن قوة في الهجوم من الخلف، بأن قوة في التسجيل على طول في الجول.
الشوط الثاني لحد إذا كان هنالك كلام آخر للوداد. قوية جدا الكرة الماضية من سيف الدين بوهرة. يبدو لي كانت على أرضية هذا الملعب محاولة خطيرة للوداد، ولكن التغطية موجودة من ياسر الشهراني يستعيد جزءا من عافيته. شوف الكرة الماضية خطيرة جدا، محاولة، هذه فرصة خطيرة للوداد والكرة تمر ترجع الآن ودادية، محاولة عرض. شوف الكرة الماضية زي ما قلت لكم بأن هدف التعادل للوداد. حكم اللقاء أطلق الصافرة قبل أن يأتي هدف التعادل الذي جاء من تسديده. بدا وكان حكم المباراة علي الصباح أطلق الصافرة لأن هنالك لاعب واقع على أرضية الملعب. سالم الدوسري كان واقع على أرضية الميدان. هل يحتسب الهدف؟ يا له من جول للوداد. شوف المحاولة من جديد، شوف الكرة الماضية والتدخل اللي كان من التدخل كان موجود على سالم، التدخل كان موجود للوداد. خطيرة محاولة منتصر للتابي، جول. الله، جول هدف التعادل للوداد. وداد الأمة يسجل الآن ويسعد عشاق القلعة الحمراء. 1-1 بعد خطأ فادح من ياسر الشهراني، خطأ فادح من الشهراني. شوف الشهراني اللي حاول التقدم ثم بعد رول اسعد يحاول الهجوم، المحاولة نيفز، جول. الله، الزعيم وإن تأخر سيعود ولن يكون لأحد مفر، روبن نيفيز يسجل ويستعيد ذكريات تياري. المحاولة خطيرة، العرضية تأتي وتصل قوية، يحاول يلعب كرة أمامية خطيرة جدا الكرة الماضية. هذا هو أيوب العملود، حاول أيوب لكن هنالك الراية والتسلل. كان لاعب